انتشرت قبل قليل في إسبانيا تحدثت عن ياسين بونو ويمكن أن يكون هو الحارس القادم لريال مدريد. بطبيعة الحال ياسين بونو متواجد في إسبانيا منذ 2012 يعني كثيرا على عيوب خط دفاع ريال مدريد كابتن عثمان. طبعا خسارة كبيرة كبيرة كبيرة، لأنه الإصابة بالرباط الصليبي تعني الغياب ما بين 4 أشهر إلى 6 أشهر، بمعنى موسم كامل. لأنه بعد 6 أشهر يريد إعادة تأهيل ويريد إعادة إحساس، لأنه حراسة المرمى تحتاج إلى ديمومة واستمرارية في الوقوف بين الخشبات الثلاث. سأتحدث وأركز أيضا على مزايا هذا الحارس. يمتلك هدوء غريب، هذا الهدوء في تصرفاته في ردة فعله تجعل الثقة تمتد لزملائه في فريق ريال مدريد أو في المنتخب البلجيكي، لأنه بدأ بأحسن صورة مع منتخب بلاده في 2018 نهائيات كأس العالم عندما احتلت بلجيكا المركز الثالث. مع فريق ريال مدريد هذه الميزة الأولى الهدوء، وهي نقطة أساسية. النقطة الثانية طوله الفارع، طوله 1.99 سنتيمتر، أعطته ميزة مع خبرته ودرايته في كيفية التعامل مع حالات الانفراد، وياما شاهدنا انفراد تام بهذا الحارس ينقذ مرماه من أهداف أكيدة. النقطة الثالثة إجادته وبراعته في التعامل مع الكرات العرضية سواء من اليمين أو اليسار، وحتى مع المواقف الثابتة إما ركلات ركنية أو ركلات حرة مباشرة. نقطة مهمة وهي نقطة يتمتع فيها دوما حارس المرمى، وهي ردة الفعل، توافق العصب العضلي في التعامل مع أي موقف، مع أي تسديدة مباغتة أو مفاجئة. دوما كورتوا موجود. كورتوا في الموسم الماضي نال لقب ليفياشين اللي هي جائزة الأفضل كحارس مرمى بالتأكيد. ساهم في فوز فريقه ريال مدريد بالدوري، بالسوبر، بكأس العالم للأندية، بالدوري أندية أوروبا بطريقة مميزة. من الحارس البديل الآن الموجود أندري لونين الأوكراني اللي مع الفريق من 2018 لعب 13 مباراة ودخل مرماه 17 هدف. المدرب أنشلوتي غير واثق بهذا الحارس، وبالتالي بحاجة ماسة لحارس يستطيع تغطية غياب كورتوا اللي دوما مصدر ثقة واطمئنان بالنسبة للزملاء. هذه نقطة جوهرية، نقطة أساسية. بكل تأكيد كارلو أنشيلوتي غير لا يثق بصورة كبيرة في مستوى الحارس، لأنه هذا ما يدفع ربما ريال مدريد للتعاقد مع حارس آخر. أعود إلى مراسلنا هناك في إنجلترا سامي سهمود من لندن. سامي، بعض الأخبار تحدثت عن إمكانية تعاقد ريال مدريد مع حارس تشيلسي كيبا. هل يوجد مجال بالنسبة لماوريسيو بوتشيتينيو الاستغناء عن الحارس الإسباني؟ وأيضا هناك أخبار تحدثت عن دخية الذي ليس لديه نادي بلا فريق حاليا. هو نعم، في الواقع في الساعات القليلة الماضية وبعد تأكيد إصابة كورتوا، ربطت بعض التقارير الصحفية هنا في إنجلترا بين كيبا أريزابالاغا وبين انتقال محتمل على سبيل الإعارة إلى فريق ريال مدريد. لكن قبل الإعلان عن إصابة كورتوا كان هناك توجه أو اهتمام كبير من بايرن ميونخ في التوقيع مع الحارس كيبا أريزابالاغا على سبيل الإعارة مع تفعيل بند الشراء. الصحافة الألمانية قالت أن توماس توخيل أوصى بكيبا أريزابالاغا الذي عمل معه عندما درب تشيلسي، رغم أن هذا المدرب الألماني ربما فضل عليه إدوارد مندي في موسمه الأول عندما جاء منتقلا من فرنسا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ربما من عجائب القدر في هذه المناسبة نابغ أن كورتوا خرج من تشيلسي في العام 2018 منتقلا إلى ريال مدريد، وآنذاك انتدب فريق تشيلسي كيبا أريزابالاغا قادما من أتلتيكو بلباو. تخيل أن تتم هذه الصفقة وتكون المباراة الأولى لكيبا أريزابالاغا في عرين ريال مدريد ضد فريقه الإسباني السابق. طبعا في هذه المرحلة نتحدث عن تكهنات فقط، لكن الصحافة الإنجليزية تحدثت عن أن موريسيو بوتشيتينو لم يكن معترضا على ذهاب كيبا أريزابالاغا أو رحيله عن النادي على سبيل الإعارة في هذه المرحلة، باعتبار أن تشيلسي وقع قبل يومين مع الحارس الإسباني روبرت سانشيز قادما من فريق برايتون، وبالتالي فريق تشيلسي لديه
تغطية في مركز حارس المرمى. بالتأكيد الساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لرأي كيبا أريزابالاغا إن سمح له تشيلسي بالرحيل. بالتأكيد هل سيرغب في العودة إلى الليغا أم سيفضل الالتحاق بمدربه السابق توماس توخيل مع بايرن ميونخ؟ سامي سهمود من لندن، شكرا جزيلا لك. ولعل من أبرز عجائب القدر أيضا أن كيبا أريزابالاغا كان مطلوبا في ريال مدريد في شتاء ذلك العام، لكن زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي رفض قدوم كيبا أريزابالاغا. شكرا لك سامي من لندن، كنت معنا. أعود للكابتن عثمان القريني. الأخبار المنتشرة تحدثت عن كيبا، لكن الأخبار التي انتشرت قبل قليل في إسبانيا تحدثت عن ياسين بونو، ويمكن أن يكون هو الحارس القادم لريال مدريد. بطبيعة الحال ياسين بونو متواجد في إسبانيا منذ 2012، يعني متعود على كل مزايا ونقاط قوة وضعف الأندية الإسبانية، وإحساسه في كل الملاعب اللي لعب فيها إحساس كبير. ما تنسى ياسين بونو أيضا بنفس مزايا كورتوا من حيث الطول، من حيث تقريبا العمر، عمره 31 سنة ياسين بونو. جرب انه يلعب امام ريال مدريد، جرب يلعب امام نادي اشبيليا، سواء كان مع اشبيليا او مع انديه اخرى. وهذا الحارس تنبأ له اصحاب القرار في براعه حراسه المرمى منذ ان كان عمره 8 سنين، بمعنى نشأ وترعرع وشرب فن حراسه المرمى منذ الصغر. وبالتالي حراسه المرمى ديمومه واستمراريه يا نابغ، بدون الوقوف بين الخشبات الثلاث على طول فترة طويلة لا يمكن أن يكون هناك إحساس. كلما ثبت حارس المرمى كل ما ارتفع مستواه. ياسين بونو مع المنتخب المغربي قادوا بطريقة لن تنسى للمركز الرابع. مزايا هذا الحارس ردة فعله قوية جدا، براعة تامة في التعامل مع ركلات الجزاء، مع الركلات الترجيحية، هادئ جدا، لا ينفعل، ما بينرفز، بيساهم ببث ثقة بين صفوف زملائه، عنده قدرة في التعامل مع الكرات العرضية، عنده قدرة في توقيت خروجه من مرماه في التوقيت المناسب. أعتقد بالوضع الحالي وبالقيمة السوقية له، لأنه قيمته في السوق الآن حوالي 20 مليون يورو، وبالتالي يعني نادي إشبيليا مقارنة بإمكانيات وقدرات ريال مدريد بأمس الحاجة أن يذهب ويحتاج لوضع مالي عالي حتى بيعزز من صفوفه، خاصة وأنه على مستوى الدوري في إسبانيا لم يحقق المطلوب نادي إشبيليا، بعكس احتفاظه بلقب الدوري الأوروبي. يعني ممكن يستفيد إذا راح ياسين بونو بمبلغ محترم مميز أن يعوض بهذا الحارس مجموعة من اللاعبين بيعززوا من صفوفه. ياسين بونو مكسب كبير لريال مدريد، وأعتقد بهذا الإحساس هو نمبر 1 في ذهابه لريال مدريد، لأنه الأقرب والأكثر جاهزية والأكثر إحساسا. وأيضا لا ننسى أن هناك الحارس ديفيد دخيا بدون فريق حاليا.